أحداث ميران نادي الزمالك الأخير استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي. لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاضوا تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك تحت قيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، وذلك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام. وشهد الميران عقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في تواجد الكابتن عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي. وقام باتشيكو بتوجيه التحية للاعبين بعد المستوى الجيد والذي ظهر عليه الفريق خلال مباراة طلائع الجيش، وطلب باتشيكو من اللاعبين مواصلة الانتصارات وبذل أقصى ما لديهم من جهد خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد جماهير الزمالك. خلال الميران أدى محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك تدريبات في صالة الجيمنازيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، حيث يعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضمة، وما زال يؤدي تدريبات تأهيلية استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية من جديد. وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق أن حالة محمود جنش تتحسن بشكل مستمر، وذلك من خلال البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب. كما قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتشيكو تصعيد الحارس سيد عطية مواليد 2001 وذلك للمشاركة في الميران. وأدى الثنائي محمد عواد وسيد عطية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف الكابتن عمرو عبد السلام مدرب الحراس، بينما خاض محمد أبو جبل تدريبات استشفائية وبعض التدريبات التأهيلية. شهد ميران نادي الزمالك مشاركة اللاعب التونسي الدولي فرجاني ساسي في التدريبات بشكل طبيعي عقب عودته من تونس، بينما خاض الثنائي حميد حداد ومصطفى فتحي لاعبا الفريق تدريبات تأهيلية بصالة الجيمنازيوم، حيث فضل باتشيكو منح الثنائي راحة من التدريبات الجماعية والاكتفاء بالمران التأهيلي.